الطب زمان مش زي الافلام التاريخيه اللي دايما يجيبوا ان كل حاجه علاجها بالاعشاب ولبخات والكلام ده. الطب من زمان يا جماعه احنا متقدمين فيه جدا. العرب في الجاهليه كانوا عملوا تجارب في الطب وسافروا بلاد كتير زي بلاد الهند وبلاد الفرس وغيرها، وضافوا كل الخبرات اللي شافوها هناك وعليوا جدا بشأن الطب هنا، ورسموا رسومات كانت بتبين جسم الانسان ودور كل عضله من عضلاته ووسائل في علم الصيدله والطب. وكان المسلمين متقدمين جدا في الجراحة وفي طب العيون وفي طب الأنف وعلم التشريح وطب الأطفال والطب النفسي كمان. وحصل طفرة كبيرة بسبب أطباء مسلمين كانوا موجودين في الوقت ده زي ابن سينا وابن النفيس والزهراوي، وكانت الوصفات الطبية محددة بدقة متناهية، وكان الحكام العباسيين بتجيب لهم أحدث الأدوات وقتها اللي انت شايفها قدامك دي، وكانت بتشجع العلماء على ترجمة كتب الطب للغة العربية واللي كانت بتحتوي على وصفات طبية مجربة اتكتبت بواسطة مجموعة من أشهر الأطباء في العالم في الوقت ده. الكلام ده كله موجود هنا في مصر في قاعة الطب في متحف الفن الإسلامي بالقاهرة. لو انت عايز تروح شوف وزور المكان وهتنبسط جدا. لو انت لسه متابعين لغاية دلوقتي، صلى على حبيبنا النبي عليه أفضل الصلاة والسلام.